اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم راح اسوي لكم طريقة عمل كبدة الاسكندراني على طريقة أهل مصر، بس أكيد بإضافات ولمسات عراقية. اليوم راح أحتاج نص كيلو كبدة مال عجل، أنا ثارمتها وغاسلتها كل زين. عندي هنا عندي بصل، هم طبعا ببصل ما يخلون بصل، بس هاي إضافات مني بصل. هنا عندي فلفل أخضر وفلفل واحد أحر، عندي هنا ليمون، وعندي هنا 4 سن ثوم. فرمتها الثاني كله، الثوم، فلفل أخضر بارد، فلفل أحمر، بصل، وعندي هنا ليمونة. أول شي راح أعصر عليها ليمونة كاملة. هنا راح أخليهم عندي عصير ليمون، أني راح أخلي تقريبا 3 خواشيق مال أكل. راح أخلي نص خاشوقة مال أكل فلفل أسود، نص خاشوقة مال أكل كمون. أكيد طبعا ما ننسى الملح، نص خاشوقة مال أكل هم ملح. راح أخلطهم كل زين، بس تحطيهم راح تشوفين اللون بدأ يتغير عندك. راح أخليهم خاشوقة مال أكل خلط تفاح، إذا ما عندك خلط تفاح عادي تقدرين تستغنين عنه. وهسه بس مجرد خليت هاي التتبيلة أني بدأ اللون يتغير عندي، بعدني أني ما مخليته على النار. هسه بعد ورا ما خبطته راح أعوفه تقريبا فد ربع ساعة. ورا ربع ساعة أخليه على النار. هسه هنا خليته على النار، راح انتظره لحد ما ينشف شوي المي مالته عندي، المي اللي هو الليمون طبعا اللي خليته اني. هسه هنا بدا المي عندي يفور، خليت اني هسه عليه الثوم حتى يذبل وياه. راح اخلي عليه نص خاشوقة اكل بهارات لحم. طبعا هي الطريقة الصحيحة عند اهل مصر، بس فلفل اخضر انا لا حبيت اخلي من عندي. اضافة البصل، تعرفون احنا العراقيين ما نستغني عن البصل، حتى شوية يشيل الزفر عندي. هسه خليت الفلفل الحار والفلفل البارد، وخليت البصل وراح نسويها كل زين. انا لحد الان طبعا ما مخليه زيت، انتظر شويه المي مالته ينشف، بس خليت الخضروات على مود تذبل وياه. هسه راح ابدي بعد ما نشف عندي المي راح ابدي اخلي زيت حسب الكميه اللي تحبوها، حتى ما ياخذ عندكم وقت، يعني تقريبا 11 دقائق بالزايد ياخذ عندكم على النار. هسه بديت احمس بيه لحد ما يتغير ياخذ شوي لون ذهبي. طبعا شكل النهاية بعد ما كملته طعمه كلش طيب، اطيب من الطريقة اللي نسويها احنا بالعراق، اول مرة نسلقه وبعدين نحمسه. اتمنى تجربوها. وانا هنا خليته وياه صابون كهربائي، لان هم بالمصر يعني تخليك اكل، يعني نسوي على الطريقة المصرية. وهذا شكل النهائي، اتمنى تجربوه. عليكم